أخرى الأقباط في عهد خلفاء محمد علي. هنتكلم عن سعيد وإسماعيل وتوفيق اللي حصل في مدته الثورة بتاعة عراب. يبدو أن سعيد باشا خطى خطوات في سبيل مساواة الأقباط بمواطنيهم المسلمين، فهو أول من أصدر أمرا بتجنيد الأقباط في الجيش، ونلاحظ أن هذا الأمر كان محظورا على أهل الذمة طوال العهود الإسلامية. لكن للأسف أن الأمر ده اتخذ وسيلة للإساءة إلى الأقباط واضطهادهم. ويقدم بعض المؤرخين مثلا لذلك في مدينة أسيوط. أول ما أمر سعيد أن الأقباط يتجندوا في الجيش قبضوا على كل الذكور الأقباط والمسيحيين في أغلب البيوت القبطية وساقوهم للتجنيد بنوع من التشفي. وطبعا انتم عارفين فكرة الناس عن التجنيد في الوقت ده كان غير دلوقتي. دلوقتي الجندية شرف، إنما زمان يروح فين وهيحارب وهيموت، يعني ما كانش طبعا فيه رقي. ولم يتركوا واحدا منهم لإعالة النساء والأطفال. وبعد ذلك لما انتظم الأقباط في تلك الجندية بدأت تمارس عليهم ضغوط لتغيير دينهم، خاصة وأن فرصتهم في الترقي في الجيش كانت مرهونة باعتناقهم الإسلام. وعندنا المثل بتاع الكولونيل سيف اللي ذكرته دلوقتي. أنا يؤسفني أن أقول من هذا المكان أن ضغوطا مرعبة تمارس على أولادنا في الجيش حتى الآن، خصوصا الفئات غير المتعلمة، الناس الفلاحين والحاجات دي، يخوفوهم هنقدمكم للمحاكمة. أنا جالي في المجلس الإكليريكي أصناف حاجة تقطع القلب الكلام اللي سمعته، يخوفوهم هنحاكمكم وهنسجنكم، والعيال جهلة مش عارفين حاجة أبدا، جهلة بشؤون دينهم وجهلة مش قادرين، ما عندهمش الشخصية اللي تقدر تقاوم أو تحتج. إنما أنا اللي بيؤسفني أنه إلى هذا الحد من الجهل ومن التعصب بلغ الأمر، لكن ربنا موجود. المظالم اللي هي كانت على مستوى كبير حتى أنها وصلت للبطرك، المظالم اللي حلت بالناس المجندين في الجيش وصلت للبطرك القبطي في الوقت ده اللي هو كيرلس الرابع اللي بنسميه أبو الإصلاح، وتظلم لسعيد باشا، إنما مش مباشرة، عن طريق بعض الشخصيات الإنجليزية التي كان يعمل لها حسابا. لكن التظلم ده كلف البطرك القبطي، كلفه حياته وثمن حياته، لأن سعيد باشا طلبوا للسرايا بتاعته وحط له السم في فنجان القهوة اللي يشربه، وكان يعلم البطرك أن السم قد وضع له في فنجان القهوة. على أننا انصافا للموقف ما نقدرش نقول ننسب كل حاجة للحاكم أبدا. الحاكم بيصدر أمر، لكن في ناس بيحاولوا من تحت لتحت زي الحشرات اللي تعمل في الظلام إنها بصورة أو بأخرى تنفذ مآربها السيئة. يجوز إن سعيد باشا مفيش حد يقفل الشباك ده؟ قد يكون سعيد باشا بعيدا عن روح التعصب، لكن المسؤولين عن بعض أجهزة الدولة كانوا متعصبين وتصرفوا أمثال هذه التصرفات الظالمة. نحن لا ننسى ولا ننكر، بل نسجل أن سعيد هو أول والي مسلم ألغى الجزية إلغاء فعليا بأمر أصدره في ديسمبر سنة 1855. أما إذا أتينا إلى إسماعيل، خديوي إسماعيل،